اللاعب اللي أنا عايز أوجّه له كلمة هو أحمد ربيع. أحمد ربيع المفروض إنه بيلعب في مركز 6 في الزمالك، وإن هو مشترينه على أساس إنه يلعب في مركز 6. أنا مش متخيّل إن ده مركز 6 بتاع نادي الزمالك. أحمد ربيع فعلًا كورته حلوة، بيباصي كويس قدّام، بيعمل سيروهات، بيكمّل، بيشوط، بيجيب أجوان، برضه كلام جميل كلّه، ولكن مركز 6 المركز الأساسي ليه إنه أو يعني الوظيفة الأساسية ليه إنه يعمل استخلاص للكورة، يبقى قوي دفاعيًا، يوجّه الاتنين اللي في مركز 8 قدّامه، أو اللاعب اللي بيبقى جنبه في مركز 8 وواحد قدّامه مركز 10 بيكلمهم، بيحركهم. يعني إحنا كان عندنا في المركز ده لاعب بحجم طارق حامد. أنا مش متخيل كمية قوة طارق حامد بلاعب دلوقتي زي أحمد ربيع بيلعب بالشوكة والسكينة. النهارده أنا ما شفتش يعني استخلاصات قوية من أحمد ربيع، شفت سروهات وشفت باصات جميلة وكل حاجة، ولكن مركزه الأساسي إنه يستخلص الكرة. إلا لو الزمالك هيغير مركز أحمد ربيع في الفترة دي ويلاعبه 8، والزمالك عنده كثافة في مركز 8، يعني عندنا كذا لاعب ينفع يلعب 8، فهيبقى في صعوبة حتى إن هو يبقى بيشارك أساسي أو حتى بديل. ولكن مركز 6 بعد ما تم بيع دونجا فاتفتح الطريق لأحمد ربيع، اتفتح الطريق لمحمود جهاد، وإحنا بنلاعب كمان محمد إسماعيل علشان يسد الخانة دي. فلازم يبقى في تعليمات لأحمد ربيع إنه يبقى أجريسيف أكتر من كده، ولو بقى فعلا قوي وبيدخل التحامات قوية هيبقى رقم 6 عالمي، لأنه هو من أفضل الناس اللي بيطلع بالكورة بشكل كويس، سروهاته ماشية كويسة، ليه رؤية في الملعب، ولكن استخلاصاته ضعيفة. لازم يحسن من نفسه في النقطة دي. أخيرا الزمالك الحمد لله قدر يفوز فوز مطمئن بنتيجة 4-1، فوز يخلينا نوقف التفكير شوية في الدوري، واحنا مطمئنين ان اقصى شيء هيعمله بيراميدز في الجولة اللي جاية واحنا بنلعب في افريقيا انه يفوز المصري فيبقى جنبي في نفس عدد النقاط، والزمالك ان شاء الله هيبقى برضه فارق في فرق الاهداف والمواجهات المباشره، فالزمالك هيبقى اول. فاحنا طمنا الى حد كبير على الدوري لغايه ما نقابل بيراميدز ان شاء الله في الجوله الثالثه، وبنفصل دلوقتي والزمالك ان شاء الله نحتفل النهارده وكل حاجه، من بكره باذن الله التفكير في لقاء شباب بلوزداد، اللقاء القوي جدا في الكونفدراليه. بلوزداد يبان انه فريق عنده مشاكل كبيره والمدير الفني عايزين يمشوه وخناقه عندهم، كلها امور ايجابيه في صالح نادي الزمالك، ولكن لازم الناس تبقى عارفه ان شباب بلوزداد النهارده كان عنده لقاء في الدوري فاز 7-0 ايا كان الفرقه اللي لعبها ايه، بس فاز 7-0. معنى كده انه فريق تقيل وعنده كام لاعب ممتازين، ابرزهم عبد الرؤوف بالغيث. فلازم الزمالك يبقى مركز بشكل كبير انه هيلاعب فرقه تقيله، مش فرقه عندها مشاكل. شباب بلوزداد ما يخدعناش بالمشاكل اللي عنده في موضوع المدرب، لان فريق قدر يفوز النهارده 7. فالزمالك ان شاء الله يروح بتركيز كبير بدوافع كبيره، مطلعين من دماغنا الدوري، لان خلاص احنا الدوري الزمالك الاول على الاقل لغايه ما نوصل لمواجهه بيراميدز في الجوله الثالثه. اذا المصري عمل مفاجاه مع بيراميدز يبقى خير ان شاء الله، اذا النادي الاهلي تعثر امام سيراميكا برضه يبقى خير، او قدام سموحه يبقى خير، ولكن احنا هنفضل ان شاء الله الاول لغايه ما نوصل للجوله الثالثه باذن الله في الدوري، والزمالك هيلعب مع شباب بلوزداد في الجزائر هناك باذن الله نعمل نتيجه ايجابيه وكويسه علشان نساعد نفسنا لما نرجع نلعب على استاد القاهره باذن الله في مصر، ونقدر نامن الفوز على شباب بلوزداد، ونشوف الحضور الجماهيري اللي ان شاء الله الزمالك يقدر ياخد الموافقه بالساعه الكامله للاستاد، والزمالك يقدر يوصل ان شاء الله لنهائي الكونفدراليه، ودي تبقى دفعه قويه قبل كمان لقاء بيراميدز، تبقى انت بتكمل في نهائي كونفدراليه، بتكمل كاول دوري، ونصطنع هدايا المنافسين زي بيراميدز والنادي الاهلي. ان شاء الله الزمالك يبقى بطل للبطولتين، فوز مهم جدا وكبير جدا. الف مبروك للزملكاويه، دمتم ملوك. شكرا جزيلا.